اول حاجه معايا طاسه على النار فيها معلقتين زيت او سمنه، تنزلي بكميه السجق بتاعتك تشوحيه قبل ما تنزلي باي حاجه. ما تكتريش كميه الدهون اللي فيه لان السجق فيه دهون، هو يا دوبك معلقتين سمنه او زيت حلو قوي. بصوا احنا كده قلبناه تقلبتين يا دوبك شوحناه، تنزلي بمعلقه توم صغيره، وتنزلي بالبصل، تنزلي ببصلتين كبار متقطعين جوليان بتشوحيها برضو، تقلبتيهم قلبيهم الاول تقلبتين، بعدين تنزلي بطماطمايه واحده بس مقطعينها الاتنين صغيرين. اول ما البصل ياخد لون مع السجق وفص الثوم بتنزلي بالطماطم. احنا لسه ما حطيناش بهارات ولا اي حاجه، بهارات السجق بتبقى قليله قوي لان هو متحيق ومتملح كمان. قبل ما تحطي الملح دوقي الاول حياء الاكل بتاعك علشان بس ما يملحش منه لان السجق بيبقى مملح. معايا نص معلقه صغيره فلفل اسمر، نص معلقه صغيره ملح، ربع معلقه من بهارات الفراخ او السبع بهارات، ما تحطلوش اي حاجه تاني. معايا معلقه كبيره من دبس الرمان بيديله طعم جميل جدا، شايفين لونه بيبقى شكله ازاي وطعمه تحفه. في المرحله دي كده خلاص. معايا فلفل الوان وفلفل حراق، وطول ما نزلت الفلفل يا دوبك تقلبيه تقلبتين وتدفي عليه، هو كده يعتبر خلص. بصوا هو كده يعتبر السجق استوى معانا، انا هطفي عليه خالص. تعالوا نقدمه مع بعض. هو ده شكل السجق بتاعنا، يا رب تكون طريقتي عجبتكم.